هي فقط شعرت أن الطقس أصبح حارا قليلا، لذلك وبتهور قفزت مباشرة إلى المحيط لتبرد نفسها. لكن بعد لحظات من سقوطها بدأ سطح الماء يغلي بشكل غريب، ما جعل صديقتها تدرك فورا أن هناك شيئا خاطئا، لأن ذلك يعني أن درجة حرارة الماء ترتفع بسرعة كبيرة. وبخوف بدأت تصرخ باسمها، لكن كان قد فات الأوان، فقد كانت الفتاة تطفو بلا حياة فوق الماء. السياح على القارب لم يدركوا بعد ما الذي يحدث، فكل تلك المنطقة من البحر كانت قد غلت بالكامل. وفي اللحظة التالية فجر اليخت لأنه لم يتحمل الحرارة، لكن ما لم يعرفوه أن كل ذلك كان مجرد إنذار قبل ثوران بركاني، لأن بالقرب من تلك المنطقة كانت توجد جزيرة فيها بركان ثار قبل مئات السنين، وبسبب الحركة التكتونية بدأت الحمم تتدفق تحت البحر. الكثير من السلاحف البحرية لم تستطع تحمل الحرارة فهاجرت بعيدا، لكن العائلة المكونة من 4 أشخاص أمامنا لم تكن تعلم شيئا عن كل هذا، ومع ذلك جاءوا إلى هذه الجزيرة لقضاء عطلتهم بهدوء. لكن بعد وقت قصير حدث لهم أمر مرعب، وكأن زلزالا قويا وقع بالقرب منهم.